لما الواحد بصوا يتعب يتعب قوي 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 في حياته حقيقي بجد. ربنا بيعوز كده يكافئه بجد. انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا اقول لكم على مفاجأة ان شاء الله لو حصلت بجد، ان انا هبقى مبسوطة جدا جدا، وهتبقى ديت يعني ربنا اكيد بيحبني. حاجة حصلت كده واقولكوش والله من غير اي حسبان مني ومن غير اي حاجة خالص. سبحان الله. كنت تعبانة أوي الفترة اللي فاتت دي، تعبانة جدا جدا، وتعبانة نفسيا وجسمانيا، ومش عايزة أكلم حد نهائي. و... ومشاكل كتير جدا جدا، مشاكل في البيت ومشاكل بره، مشاكل في كل حاجة، انتوا فاهمين. وتعبت قوي قوي حقيقي يعني، بس ربنا كريم قوي قوي والله، ربنا كريم بجد. حب يطبطب عليا ويطبطب على قلبي كده ورزقني الحمد لله من حيث لا احتسب. والله والله العظيم ما كنت احتسب ان انا ممكن في يوم من الايام اوصل لكده. والله العظيم عمري ما كنت احتسب خالص. تخيلوا كده انك انتي ولا في دماغك ولا في حسبانك ولا في اي حاجة خالص، انك انتي ربنا يكرمك الكرم ده كله. ربنا رزقني الحمد لله بعمرة باذن الله. انا بقولها وانا بص قلبي كده بيزغرط من الفرحه والله العظيم. ربنا كده يرزقكم بزياره الكعبه ان شاء الله، وزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دي افضل حاجه، او يعني هديه من ربنا بعد طبعا التعب ربنا يرزق كل مشتاق طبعا، كل مشتاق بزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وزياره طبعا بيت ربنا. يعني حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي 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 بالنسبة لي، وهدية عظيمة بجد. آم، ربنا أنا مش عارفة اقول إيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني عمالة بقول لكم ان انا من ساعة ما سمعت الخبر وانا بحمد ربنا وبشكره ان هو مش ناسيني، ان هو دايما فاكرني، ان حتى انا كمان مقصرة. والله انا مقصرة، واحنا كلنا مقصرين على فكرة، مش انا بس. انا مقصرة وانتم مقصرين، في ناس مقصرة كتير يعني. ورحمة ربنا سبقت كل شيء الحمد لله. حبيت بس ان انا اعرفكم المفاجأة دي، مفاجأة يعني، دي احلى مفاجأة في حياتي. الحمد لله ربنا رزقني بعمرة، والله من حيث لا احتسب. والله العظيم ثلاثة من حيث لا احتسب. انا ما اعرفش جات لوحدها كده. ربنا هو اللي عايز كده. ربنا بيقول كن للشيء كن فيكون طبعا يعني. ربنا لو مش عايزك تروحي عمرك، حتى لو معاكي ملايين الدنيا دي كلها مش هتروحي حقيقي بجد. آه، مش قادرة والله العظيم يعني. ادعوا لي انها تكون عمرة مقبولة بإذن الله، وهدعي لكم كلكم والله العظيم، هدعي كلكم. اللي عايز طبعا حاجة يقول لي طبعا في التعليقات، وانا هدعي له بالاسم بإذن الله. وربنا يحقق لنا ما انا اتمنى. انا ايديا وجعتني. يحقق لنا ما نتمناه يا رب. وييسرها من عنده ويكملها على خير. الحمد لله التأشيرة جت، وهسافر بإذن الله كمان أسبوع. كمان أسبوع يعني 6 أيام، بتهيألي 6 أيام. فحبيت ان انا اعرفكم وافرحكم وابشركم بالحاجه الحلوه، الحاجه اللي هي بصوا يعني كبيره جدا جدا بالنسبه لي. وربنا يرزقكم يا رب بزياره النبي وزياره طبعا بيت ربنا يا رب يعني، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. إيه بس مش عارفه اقول ايه والله العظيم. انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه ابدا منين، ومش عارفه اقول ايه. بس الحمد لله الحمد لله. ربنا يقول لك ان بعد العسر يسر، والحمد لله ان بعد العسر يسر فعلا. ان بعد العسر يسر ربنا قالها. وطبعا كل كلمة ربنا قالها في كتابه العزيز اتحققت يعني في لمح البصر والله العظيم. ربنا بيقول للشيء كن فيكون، فالحمد لله على كل شيء. وحبيت بس ان انا اعرفكم الخبر ده، خبر حلو قوي قوي بالنسبة لي. و مش عارفه ابدا منين، مش عارفه اقول ايه اصلا من كتر الفرحه. انا بقالي يعني يومين قلبي كده بيزغرط حقيقي. يومين قلبي كده فرحان، فرحه ما اقولكوش. ربنا يكمل فرحتي على خير واروح كده بالسلامه يا رب. حتى لو ربنا خدني هناك يعني الحمد لله الحمد لله. انا رحت كده وزرت بيته، وزرت طبعا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله هدعي لكم، والله هدعي لكل اي حد قال لي
اي حاجه ان شاء الله مش هنساها باذن الله، باذن الله مش هنساها. ماشي. بصوا بقى انا جبت بقى طبعا في واحده صاحبتي، يعني هي مش صاحبتي، هي صديقتي، تمام. فاتحه جروب وكده، بتبيع طبعا فيه عبايات حلوه جدا جدا، عبايات العمره، اسدالات، حاجات من ديت بتبقى حلوه قوي قوي قوي. تمام، انا هوريها لكم دلوقتي. هي عبايه العمره، هي اسمه ادناء، تمام، مش اسمه عبايه. بتاع ده باينه ولا ايه؟ هي اسمها ادناء، تمام، مش عبايه. فهوريها لكم. والله ما فتحته من ساعتها. هو على فكره هو جاي امبارح، ما فتحتوش من ساعتها، حتى انا خدته من المندوب ما فتحتوش. هو بيتهيألي قماشته حلوه يعني. هوريه لكم دلوقتي، هقول لكم انا جايباه بكام، وهقول لكم طبعا البيدج بتاعتها ان شاء الله في اول تعليق باذن الله. وجايبه برضو كوتشي رخيص جدا على فكره وحلوه قوي. في حاجات اونلاين ممكن تشتريها بسعر كويس وتلاقيها يعني الجوده بتاعتها حلوه، وممكن تشتريها برضو الجوده بتبقاش حلوه. ساعه لما الجوده بتبقاش حلوه، يعني افضل انك انتي ترجعيها، مفيش مشكله يعني. تمام. اهو، والله بكده. بصوا الكيس بتاعها اهو. انا فتحتها بس فتحه صغيره كده عشان اشوف ايه القماشه، بس كده ما فتحتهاش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هي واضحه معاكم؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا، بصوا على الجمال. الخامه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي، الخامه بتاعتها تحفه. ماشي. وانا هظبط لكم الكاميرا كده واوريها لكم اهو. بصوا، ده بيتهيألي البتاع كده بيتلبس اهو، بيتلبس كده. ده اللي تحت الايدنين، تمام، زي عبايه بيضه بيضه كده. وطبعا شايفين الكم، شايفين الشغل اللي على الكم عامل ازاي كده، زي ما انتم شايفين بيتلبس كده. وطبعا عليه الايدناء ده تحفه تحفه تحفه. طبعا انا مش هلبسه دلوقتي، مش عارفه البسه ولا لا، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. بزعبوط كده اهو، تحفه. المقاس بقى على حسب انتي مقاسك كام. ده مقاس واحد، في مقاسات كبيره عن كده على فكره اهو. وشايفين الخامه بتاعته، الخامه بتاعته كريب وتحفه، يعني حلوه قوي قوي وخفيفه. عشان هناك طبعا الجو بيبقى حر جدا جدا، بيبقى بزعبوط كده وحلو. طبعا لسه هجيب الطرحه بتاعته. ولازم تلبسي طبعا منطلون ابيض، تلبسي تحته منطلون ابيض وقميص ابيض كده، تمام. واروح بقى الكوتشي برضو جايباه من المصنع ذات نفسه، حلو قوي قوي. ماشي. وحلفني ان انا اجيب سيرته في الموضوع في القناه. اسمه ايه؟ القماشه بتاعته تحفه والله العظيم. جاي لي اونلاين على فكره، مش ما رحتش اشتريه. بصوا القماشه بتاعته منه فيه على فكره، ده منه فيه. بصوا خفيف جدا جدا، وفي نفس الوقت لا حلو قوي. ده ب150 تقريبا، او 150. والشحن مثلا تديله مثلا 25 30 جنيه، بيوصلك لجميع المحافظات. ممكن بقى تجيبي مثلا كميه وتلمي من اي حد وتدفعوا طبعا الشحن مع بعض. كان عامله كده ليه الشكل ده؟ انا طالعه لكم بهدله والله العظيم، طالعه لكم بصوا باي حاجه. كنت لسه بعمل المطبخ، طالعه لكم باي حاجه كده اهو. من فرحتي والله، والله العظيم من فرحتي. حبايبي اللي بيحبوني طبعا، اللي هيفرحوا لي هم اللي بيحبوني ومقدرين اللي انا فيه بجد. لان بجد انا فرحانه جدا جدا جدا. وربنا يرزقكم فرحه زي كده يا رب، بزياره ربنا، بيت ربنا طبعا، كعبه، كمان زياره الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا كده يكتبها لنا جميع، يكتبها لكم. واللي راح اللهم عود لي يا رب مرات ومرات، واللي عمل عمره يعمل حج،
وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وربنا يحقق كل ما تتمنوا يا رب، كل اللي بيتفرج عليا تمام، واللي ما بيتفرجش عليا برضه، يعني كل الناس وكل المسلمين يا رب جميعا. بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول، لاني بجد الفرحه مش هتكمل الا بيكم، وحبيت ان انتوا اول ناس تعرفوا، يعني الناس المقربين مني هم اللي يعرفوا، زي مامتي، بابايا، يعني خالتي، كده انتوا فاهمين، خالي، طبعا حماي وحماتي وجوزي، الناس المقربين مني هم اللي عارفين. بس طبعا انتوا برضو زي اهلي، وتفرحوا لي زي ما انا فرحانه كده، تفرحوا لي باذن الله. طبعا بالمناسبه دي، بالمناسبه الساره دي، هعمل لهم محشي. هعمل لهم محشي، محشي طبعا قبل ما اسافر كده، محشي بقى ولحمه وكده. واستنوا بقى كملوا الفيديو لحد النهايه طبعا بقى بالمناسبه ديت انا قمت ببص ورحت جبت طبعا كرومبايه كده، جوزي هو اللي جابها لي بصراحه، ماشي، عشان ما بقاش كدابه. انا رايحه طبعا بيت ربنا، المفروض ما بقاش كدابه. المهم هو اللي جابها لي. هي على فكره ده كرومب بطه بتهيألي، ولا كرومب ايه مش عارفه، بس مش كرومب بلدي، كرومب بلدي خلص على فكره يعني. والله العظيم عايزه اقول لكم، انا كنت عايزه افرز كرومب بجد، بس بصراحه كانت النفسيه وحشه جدا جدا. حتى يعني برضو ما بقيتش اصور زي الاول، لو تلاحظوا ما بقيتش ان انا عايزه اصور، بقيت عايزه اقول لكم ان انا كارهه القناه وكارهه التصوير والمونتاج والحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم يعني في عين فظيعه 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 فظيعه، وفي جسمي وجعني دايما على طول اروح للدكاتره. برضو ما فيش ولا علاج نافع معايا ولا اي حاجه نافعه معايا طبعا. يعني كل حاجه بصراحه كلها كانت مقفله. المهم يعني فربنا حب يطبطب على قلبي بصراحه، والله العظيم يعني انا ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اطلع في يوم من الايام عمره حقيقي بجد. يعني كنت بقول ان ده حلم بعيد قوي، ان انا يعني اطلع عمره وكده، ده حلم بعيد بس مش بعيد على ربنا. ربنا بيقول للشيء كن فيكون، وطبعا وزي ما قلت لكم ان ربنا يعني يعني في لحظة عايزة اقول لكم في يومين اتنين بس عملت باسبور مستعجل. وبصوا يعني كل الامور متسهلة، كل الامور متسهلة من كذا شهر كده. كانت في كذا يعني من شهر تقريبا ولا من شهرين. المهم في واحدة صاحبتي وكده، هي كانت طالعة عمرة بصراحة، وقلت لها ادعي لي قوي، وكنت بعيط ساعتها وكده، وكنت يعني كنت منهارة بجد. فقلت لها ادعي لي بقى، وادعي لي كده ان انا ربنا يرزقني بالذرية الصالحة تاني، واني انا ربنا ييسر لي اموري ويفك كربي ويشفيني ويشفي كل مريض ويشفي جوزي وبصراحة يعني ويساعدني والكلام ده كله. يعني بصراحة كانت حياتي كلها كانت متلخبطة ولحد الآن، بس الحمد لله ربنا بيعوض، ربنا العوض خير عنده والله العظيم. يعني اوعي تقولي انك انت مش واخدة حقك 24 قيراط، لا انت واخدة حقك 24 قيراط، بس في ناس بتاخد حقهم صحة، وفي ناس حقهم فلوس، وفي ناس حقهم عيال، وفي ناس حقهم صحبة حلوة، اهل كويسين. انا بصراحة واخداهم 24 قيراط الحمد لله. لو في اي حاجة مؤثرة من جميع النواحي، بس الحمد لله ربنا بيعوض، الحمد لله، الحمد لله ربنا بيعوض. بص بقى قلبي كده يعني اتشرح كده للمطبخ بقى، قلت بقى والله العظيم انا داخله اعمل لهم محشي، بالمناسبه ديت هعمل لهم محشي. علشان ايه؟ طبعا يعني قبل ما اسافر وكده ان شاء الله يعني ايه هرتب بقى الشقه كده واظبطها، واعمل تفريزات رمضان باذن الله، عشان لما اجي ان شاء الله هقعد 15 يوم. يعني هقعد شويه في شعبان وشويه في رمضان، في اخر شعبان كده وشويه في رمضان، فكل حاجه تبقى متسهله بالنسبه لي. تمام. فقلت بقى ما اعمل شويه تفريزات كده ان شاء الله يعني ايه تنفعني لما اجي، لاني ممكن اجي ابقى تعبانه وكده. وحاجات طبعا تبقى موجودة في البيت. طبعا جوزي طبعا يطلع من الفريزر ويعمل عادي، يعني ممكن نعمل يعمل كفتة احطها في الفرن، اتبل فراخ على طول على الفرن على طول كده، يعني بياكلها بعيش وسلطة وكده. وممكن يعمل مكرونة محمرة، اي حاجة هو هيتصرف يعني. بص بقى فيعني فقلت بقى خلاص اعمل لهم ده الوقت المناسب للمحشي. عملت لهم محشي كده زي ما انتم شايفين، وشوحت اللحمه. وطبعا هنا الكرنب بالبطه ده يعني بيعوز سلق شويه، يعني مش زي البلدي ما بيعوز سلق كتير، تمام. فقعدوا شويه يتسلق كويس علشان ما يجلدش معاكم. طبعا هنا انا بشوح هنا طبعا اللحمه بحب قوي قوي ان انا اشوحها، مش ان انا احطها في ميه مغليه على طول كده. هنا الخضره طبعا ربطة شبت وبقدونس وكزبره بحبهم قوي قوي مع بعض كده، وايه وبغسلهم كويس، واقوم طبعا ايه مقطعهم صغير خالص. وعلى الرز بقى يعني كل حاجه كانت مستاهله بصراحه.
يعني انا بقالي كتير ما عملتش محشي، بقالي كتير جدا جدا جدا، يعني بقالي اكتر من شهرين تقريبا ما بعملش محشي خالص لظروف. يعني عايزه اقول لكم بجد تعبانه نفسيا جدا ومش عايزه ادخل المطبخ، كارهه المطبخ بطريقه فظيعه، وكارهه ان انا اعمل اي حاجه في اي حاجه حقيقي بجد. فالحمد لله الحمد لله والشكر لله، ربنا كده يكملها على خير ويكمل فرحتي على خير ويوصلني هناك بالسلام. حتى لو ربنا خدني هناك على فكره هبقى فرحانه، يعني اوعوا تفتكروا ان شاء الله يعني اطفن كده في البقيع، يا سلام ده حاجه كده جنان. يا رب يعني يا رب كده يرزقنا بحسن الخاتمه باذن الله، وحسن الخاتمه هناك بقى يا لهوي. يعني تدفني كده جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حاجه كده يعني محدش بينولها الا بصوا، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. المهم انا كنت ان شاء الله يعني ايه، لو عملت المحشي ده على فكره وانا كنت فتره، يعني أنا الحمد لله صمت 13 14 و15، الحمد لله ربنا قدرني وصمتهم. فده كان قبل يوم 13، فكنت بدوق بقى المحشي وكده، فتفتكروا ان انا فتره ولا حاجه؟ والله العظيم كنت صايمه. المهم ابتدي ان انا ما بحبش قوي اشوح الرز بقى في الصلصه، بحب ان انا احطهم ني في ني كده كلهم مع بعض، واحط الخضره عليهم عشان تبقى الخضره فريش كده وخضره. وهبتدي ان انا احشي كده على طول، بحط هنا في ارضيه الحله، بنفس الحله اللي انا كنت ايه عملت فيها التسبيكه، بحط بقى هنا شرايح طماطم، شرايح بصل، شرايح فلفل، العيدان بتاعه الخضره، ببتدي ان انا احشي. عايزه اقول لكم يعني ما حسيتش باي تعب ولا اي حاجه، مع اني كنت تعبانه قبلها بيوم، وكنت يعني تعبانه جدا جدا، كان ظهري واجعني جدا وكان جسمي كله واجعني، وكنت راح اكشف اصلا في اليوم اللي انا قلت لكم التاشيره طلعت فيه ده. انا كنت راح اكشف، انا نسيت الكشف ونسيت العلاج ونسيت الدكتور ونسيت كل حاجه حقيقي بجد، يعني الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. بصوا بقى هنا خلاص حشيت بقى، بحط هنا معلقتين صلصه بتوع التسبيكه، وهبتدي انزل بقى بالشوربه كده بعد ما اللحمه استوت. طبعا ملحت اللحمه ملحت اللحمه قبل ما تستوي بشويه كده، ما تحطيش الملح في البدايه عشان اللحمه ما تستويش على مجلده كده، بتبقاش حلوه. هنا بحط هنا الميه بتاعه الشوربه بتاعه لحد اخر صف كده، تشوفي الميه منه يعني ايه بسيط قوي ماشي، بتسيبيه على نار عاليه لحد ما يتشرب، وبعد كده بتحط عليه النار خالص زي ما انتم شايفين كده. انا هنا موطيه زي ما بوطي، يعني بسوي رز كده. يا سلام على المحشي السخن ده، يا لهوي فظيع. انا بجد يعني بقالي كتير ما عملتوش، بس بصراحه جوزي فرح جدا 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 ان انا عملت محشي. فهو اصلا بيقول قبل مش المفروض تعزمينا عزومه حلوه كده عشان هنقعد 15 يوم من غير اكل. مش عارفه ليه. المهم خلاص هنا المحشي زي ما انتم شايفين كده، يا لهوي نازل كده كله صباع كده، يعني مقولكوش تحفه تحفه، والطعم تحفه بجد. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي اضغطوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس. طبعا مطبخ ميوشه، ودعموني كتير قوي قوي الفتره الجايه، واضغطوا لايك على الفيديو، وقولوا انتوا بتتابعوني منين، ولو اي حد عايز دعوه مخصصه ليه ان شاء الله اعملها له باذن الله.